أهلا، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هتكلم عن موضوع شيق للغاية. طبعا أنت لما بتحب تتعرف على بنت على الإنترنت وبتدخل معاها الكلام بقى وبتعرفوا بعض أكتر وبتتكلموا وبتبعت لها مسج وهي ترد عليك. وطبعا غالبا بتبقى مش حاطة صورتها كبروفايل بيكتشر، فأنت بتطلب منها الصورة وبكل بساطة بتقول لها ممكن أشوف صورتك، فهي بترد عليك بتقول لك لا. لا، ليه؟ ليه؟ عم عبده البواب اللي بيشوفك كل يوم في الطلعه وفي النازله احسن مني في ايه؟ اللي صورك صورة البطاقه ده كان يعرفك معرفه سابقه؟ الناس اللي بتشوفك في الشوارع، اللي بيشوفوك في الجامعه، زميلك في الكورس، ابن الجيران، الناس دي كلها بتشوفك، يعني مش فاهم ايه الضرر لما اشوفك. لا، وانت مثلا تيجي واحده تتحجج تقول لك احسن ياخد صوري يركبها على صور 6، تبقى اسمها زبيده، زبيده محمود الدغوص، ويحط صورها على جسم. يعني مش فاهم مين هيصدق اصلا، مين هيصدق ان انت بمنظرك وعفنك ده والحبوب اللي في وش ابوك تحط على صورة؟ ليه؟ يعني انت مثلا، يعني نسيب ساندي ما نحطهاش على صور 6 ونحطك انت؟ يخرب بيت ابوك، مين اللي يحطك انت اصلا؟ ايه؟ ما تعالوا بقى. لابسه طرحه، حطي صورك بالطرحه، مش مشكله يعني. مش مداريه اللي مش عارف، لابسه نقاب، حطي صور اهو اي دي، بدل ما انتوا عارفين حاطين صور إيه، مش عارف البت اللي هي بتاعت العشق الممنوع ومش عارف مين، هم دول ما لهمش اهل يسالوا عنهم؟ نفترض هم زعلانين ان صورهم بتتحط يا اخي. ده ايه القرف ده؟ ده 60 نيله. يا ساتر.